هنتكلم النهارده عن موضوع شائك في الطلبات وبيحصل فيه لخبطه كتير ومحل التساؤل دايما في كل الانترفيوز، وهو موضوع MBSH. الاول، ايه هو MBSH؟ بكل بساطه هو اقل ضغط الطلمبه محتاجاه عند فتحه السحب عشان تشتغل بدون ما يحصل لها تكهف، كافيتيشن. وهنعرف كمان شويه ايه المقصود بالتكهف. عشان نفهم موضوع MBSH بشكل اعمق، في كم نقطه عايزين نسجلهم سوا عشان هنحتاجهم قدام، وهم: واحد، الطلمبات مصممه انها تتعامل مع المائع في حالته السائله مش في حاله تبخير يعني غاز. رقم 2، نقطه امبيلر اي بيكون عندها اقل ضغط للسائل في الطلمبه نتيجه سرعه دوران المروحه. رقم 3، درجه غليان الميه مش دايما عند 100 درجه مئويه. الكلام ده بيكون عند الضغط الجوي 1 بار بس، لكن لو الضغط قل درجة الغليان هتقل هي كمان. ودي أهم نقطة محتاج تفتكرها: لما الضغط يقل درجة غليان السائل هتقل. السائل بيدخل الطلمبة بضغط معين، يعني هنا مثلا هتلاقي الضغط عند نقطة A بقيمة معينة، وبعدين ينخفض لأقل ما يمكن عند نقطة B واللي هي الامبيلر اي، وبعدين يرتفع تاني عند طرد الطلمبة اللي هو النقطة C. الفرق بين النقطتين A و C هو الرفع الكلي، توتال ديفلوبد هيد. ماشي، ايه علاقه ده بكلامنا عن MBSH؟ زي ما انت شايف في قيمه معينه لضغط تبخير السائل، فيبر بريشر، والمفروض ضغط السائل داخل الطلمبه ما يقلش عن القيمه دي، عشان زي ما اتفقنا لو الضغط قل درجه غليان السائل هتقل، ما معناه ان السائل هينخفض ضغطه للدرجه اللي يتبخر عندها ويبدا يكون فقاعات بابلز، وهو ده مفهوم التكهف، كافيتيشن. الفقاعات دي بتتصادم بسرعات عاليه جدا مع المروحه وبتسبب فيها نقر، بيتنج، وبيصاحب ده معدل اهتزازات وصوت عالي للترومبه، وبالتبعيه بيحصل تلف للبلي والميكانيكال سيل. في عندنا مفهومين مختلفين ل MBSH: ضغط MBSH افيلابل وهو المتاح بالموقع اللي هتركب فيه طلمبات، وهنرمز ليه في كلامنا بالسحب المتاح او MBSHA. وضغط MBSH ريكوايرد وهو الخاص بالطلمبه، وهنرمز ليه في كلامنا بالسحب المطلوب او MBSHR. السحب المتاح MBSHA هو بشكل نظري قيمه ضغط السائل عند السحب مطروح منه قيمة ضغط التبخير للسائل. يعني نظريا الفرق بين ضغط التبخير وضغط السائل عند السحب هو ده قيمة MBSHA. وبالنسبة للسحب المطلوب MBSHR هو قيمة MBSHA اللي اتكلمنا عنها مطروح منه أي فقد في الضغط للسائل اللي هي مفاقيد الاحتكاك في خط السحب، أو تقدر تقول MBSHR هو أقل ضغط الطلمبة محتاجاه عند فتحة السحب عشان تشتغل بدون ما يحصل لها تكهف. معنى الكلام ده ان الطلمبه عشان تشتغل بشكل سليم لازم نحافظ على ضغط السحب المتاح يكون اكبر من المطلوب، يعني MBSHA اكبر من MBSHR. وعشان ما تنساش المعلومه دي، ممكن في تركيبه بسيطه ان انت تعلم حرف الاي في MBSHA بكلمه اكبر، يعني MBSHA يكون الاكبر. دي تركيبه بسيطه عشان ما تنساش المعلومه. طيب ازاي نحسب MBSHA؟ MBSHA بيساوي HA ناقص HV زائد HST ناقص HF. HA اللي هو الابسوليوت بريشر، الضغط الجوي، و HV اللي هو الفيبر بريشر، ضغط تبخير السائل عند درجه حراره معينه. HST وهو الستاتيك هيد، ارتفاع عمود الميه، وبيكون موجب في حاله مستوى الخزان الميه اعلى من الترمبه او سالب لو العكس. HF اللي هو الفريكشن لوسز اللي هي فواقد الاحتكاك، وبيكون عندنا فواقد عظمى وصغرى، العظمى في المواسير والصغرى في الكيعان والتيهات وخلافه، وكل واحده ليها حساباتها وممكن نتطرق ليها بالتفصيل بعدين. وفي برامج سوفت وير كتيره ومواقع اونلاين ممكن تحسب الفواقد دي بسهوله. وممكن معادله MBSHA تتبسط وتكون كالتالي: MBSHA بيساوي 10 زائد HST ناقص HF، وده باعتبار ان الضغط الجوي لما تطرح منه قيمه ضغط تبخير السائل بتكون القيمه تقريبا 10، ودي الحسبه اللي شغال بيها معظم شركات الميه والهيئات. طيب عرفنا كده ازاي نحسب MBSHA. دلوقتي بقى عايزين نعرف اهم حاجه، وهي ازاي نختبر MBSH للطلمبات. عشان تختبر MBSH في اكتر من طريقه، وهنعرف دلوقتي اشهرهم، وهي طريقه كونستانت فلو ميثود. هنمشيها خطوات مبسطه مع بعض عشان الموضوع يكون اسهل. اول حاجه نشغل الطلمبه عادي ومحبس السحب مفتوح بالكامل، ونحافظ على محبس الطرد مفتوح بدرجه ما عشان نوصل لقيمه تصرف معينه ونحافظ عليها ثابته. تاني حاجه نبدا نخنق على الطلمبه من محبس السحب، يعني نبدا نقفله واحده واحده عشان نزود مفاقيد الاحتكاك، يعني بنحاول نقلل MBSHA بالتدريج. بعدها نرصد MBSHA ونحسبه بالحسابات اللي اتكلمنا عنها. بعدين بنفضل نسجل الضغط الكلي مع انخفاض MBSHA لحد ما يحصل انخفاض مفاجئ في الرفع بيكون على الاقل 3%، ودي بتكون الاشاره اللي بنعرف منها ان MBSHR بيساوي MBSHA، وانت حسبت MBSHA بالتالي وصلت لقيمه MBSHR للطلمبه. بعدها نكرر الخطوات دي مع تصرفات مختلفه ونرسم الكيرف الخاص ب MBSH3 او MBSHR. بالنسبه لموضوع انخفاض الضغط 3%، بالمناسبه هو ده السبب وراء ان معظم مصنعين الترومبات بيكتبوا MBSH3 على كيرف MBSH الترومبه، لان MBSH3 هنا هو بمثابه MBSHR الخاص بالترومبه، واللي تم رصده لما حصل هيد لوس بقيمه 3% على الاقل زي ما قلنا. طيب دلوقتي عرفنا يعني ايه MBSH وازاي نختبره، وعرفنا التكهف. عايزين نعرف بقى ازاي نقلل التكهف ونحافظ على الترومبه.
هنتكلم عن 10 طرق ممكن نتبعها لمنع التكهف كافيتيشن في الترومبات. اول طريقه نرفع مستوى السائل في خزان السحب. تاني حاجه الطلمبه تكون قريبه من خزان السحب، يعني خط السحب يكون قصير، وده لتقليل فوائد الاحتكاك فيه. رقم 3 نقلل الوصلات والقطع الخاصه على خط السحب، ولو هنركب كوع يكون بعيد عن سحب الترومبه لتقليل فواقد الاحتكاك ومنع الدوامات. رابع حاجه لازم قطر خط السحب يكون اكبر من قطر خط الترومبه، سرعه السائل فيه ما تعديش 2 متر على الثانيه، وده لنفس السبب لتقليل فواقد الاحتكاك، وبالتالي نتجنب ان الضغط يقل عند مدخل الترومبه. خامس حاجه نتاكد دايما ان المصفى على خط السحب نظيفه والخطوط نفسها نظيفه ومفيش شوائب او اي عوائق تزود المفاقيد، ولو في مواسير حصل لها تاكل شديد الافضل يتم تغييرها. رقم 6 نركب مسلوب لا مركزي على سحب الترومبه عشان نمنع تكون فقاعات او جيوب هواء، ونراعي التركيب يكون بالشكل ده، اتجاه الوش العدل يكون حسب مستوى الخزان بالنسبه للترومبه. رقم 7 الترومبات اللي شغاله توازي لازم تكون قدراتها متساويه، عشان لو في اختلاف بينهم ده هيأثر على سحب الترومبه الاضعف وهتكون عرضه للتكهف. وكمان لازم نركب محابس عدم رجوع على طرد كل ترومبه عشان الترومبات الواقفه الميه ما تردش عليها فتدور عكس الاتجاه. رقم 8 من البدايه نحرص اننا نختار طلمبه مناسبه من حيث التصرف والرفع، وطبعا اهم حاجه لازم يكون NBSHA اكبر من NBSHR زي ما عرفنا. رقم 9 اختيار مواد صنع مناسبه وبالاخص المروحه، مواد مثلا زي الحديد الزهر بتكون عرضه للتكهف اكتر من الستانلس ستيل. واخيرا يا صديقي رقم 10 بلاش تقع في فخ الحرص على تقليل NBSHR للطلمبه بشكل كبير، لان ده هيكون معناه طلمبه اكبر واغلى، وكمان هيجي على حساب الكفاءه. بس كده، ولو في اي اضافات او استفسارات سيبها لي في التعليقات تحت. سلام.